أحييكم من عاصمة محافظة شبوة عتق. ها أنا اليوم متواجد أمام الأعمال التي يتم تنفيذها مكتب الأشغال العامة والطرق بتمويل من السلطة المحلية. شق شارع الخدمات في شارع اللواء سالم علي قطن، الشارع العام بعاصمة المحافظة عتق. هذا الشارع العام الحيوي الذي يمتد لطول 4 كيلومترات. خلونا نتعرف على هذه الأعمال وهذا المشروع الهام في عاصمة المحافظة، فخليكم معنا. مهندس عوض، نحن اليوم نزلنا لكي نرفع للمواطنين ونتابع الأعمال التي ينفذها مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة شبوة خاصة في عاصمة المحافظة. حدثنا عن هذا المشروع وأهميته للمواطنين وللعاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تنفيذا لتوجيهات المحافظة الشيخ عوض بن الوزير العولقي، تم استئناف العمل في شارع الشهيد اللواء سالم قطن، الشارع الرئيسي شارع الستين المدخل الرئيسي. العمل الذي يقوم حاليا الآن هو عبارة عن توسعة الخدمة الخط اليمين، وعبارة بالتفصيل عن بطول 4 كيلو وبعرض تقريبا 16 متر، يعني 1.5 متر توسعة في الشارع الرئيسي الخط السريع، وبعدها جزيرة بعرض 2 متر، وبعدها مواقف 6 متر، وبعدها خدمة 6 متر و60، ومواقف 4.5 و3 متر أرصفة مشاة. هذا المشروع مشروع طبعا حيوي، هو في قلب العاصمة ومدخل العاصمة مدينة عتق. حياك الله يا وائل. نحن اليوم نزلنا إلى هذا المكان وأنت أحد المساحين الذي مسحوا هذا المكان قبل البدء في تنفيذ هذا المشروع. حدثنا عن الصعوبات التي واجهتكم قبيل أو وقت مسحكم لهذا المكان. بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق، ومستمرين في شارع الشهيد سالم قطن بطول 4 كيلومتر، ولاقينا تجاوب من قبل المواطنين في إزالة العوائق التي على مسار الطريق، وإن شاء الله نقوم بإنجاز العمل في الفترة المحددة. طيب، الازدحامات المرورية برأيك أنت كمواطن، هل ستستفيد من شق هذا الشارع أو أنها ستتم الازدحامات المرورية متواجدة؟ نعم، الازدحامات المرورية لما تكون الشوارع تتعرض وتفتح الشوارع تكون يعني مسارات مفتوحة، يعني أما لما تكون شوارع ضيقة وخاصة الشاحنات الكبيرة لما تمشي في الطريق يعني وهو ضيق تسبب يعني زحام، وخاصة الصباح يعني عند المدارس وعند هذا الحاجات. والحمد لله الآن بدأت التنمية وإن شاء الله الغول خير. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من هذا المكان بعد أن تعرفنا على هذا المشروع وأهميته ورأي المواطنين في تنفيذ مثل هذه المشاريع الجمالية في عاصمة المحافظة عتق. على أمل تغيبكم في فقرة وتغطية أخرى، وفي أمان الله.